تمام كده. تمام. ناخد رشفة من القهوة بس. طيب ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اكيد جالك وقت وحسيت فيه ان انت هو انا مين اصلا؟ هو ده انا؟ هو انا فين؟ هل ده المكان الصح؟ هل انا ماشي صح كده؟ طب يعني انا خايف من المستقبل. مش لو كنت استغليت الفرصة اللي جات لي من 10 سنين كان زماني في حتة تانية؟ هل ده انا؟ يعني هل دي حياتي؟ هل هو المستقبل هيكون في اللي انا بعمله دلوقتي؟ يعني انا دلوقتي في مكان الصح؟ 99% من الناس بيتحطوا في الأزمة دي، ده لو مش 100%، يعني أكيد كلنا عدينا بالمرحلة دي. المرحلة دي بيسموها The Midlife Crisis أو أزمة منتصف العمر. ايه اسباب ازمه منتصف العمر دي؟ علماء النفس قالوا اسباب كتير قوي. حماس المبالغ فيه واحنا صغيرين، يعني لو انا نفسي اطلع ظابط، انا لما هيبقى عندي 25 سنه انا هيبقى معايا البيت اللي انا بحلم بيه، وهيبقى عندي شركه فيها 300 الف موظف. مفيش بقى، انت كل احلامك محطوطه هنا، وفجاه كده تلاقي نفسك في حته تاني، صدم بقى بالواقع، بتاخد تقول ايه ده؟ هو ده اللي انا كنت بحلم بيه زمان. في مرحله تانية، يعني انت ده عشان ما حققتش فكر، فطبيعي تستغرب. سبب من الاسباب التانية يعني ان هو انت لو حققت كل ده بقى، يعني انت مثلا ايه كان حلمك؟ انت تتجوز بقى وتخلف وتكون اسره وبتاع. اتجوزت، اما خلف حياتي هتبقى احسن. خلفت، اما بقى عيالي تخش المدرسه واشوفهم بقى بيكبروا قدامي واحده واحده كده، حياتي هتبقى احسن بكتير. اما العيال تتخرج بقى وتشتغل واشوف الواد بيتجوز ومش عارف ايه، لا اما اطلع على معاش انا هبقى احسن، وحياتي هتبقى احسن، وهبقى حققت كياني. بتوصل لمرحله كده اسمها وبعدين، اللي هو وبعدين انا عملت كل حاجة، ايه بقى؟ ايه اللي جاي؟ المشكلة كمان ان هي مش ازمة منتصف عمر بس، انت لو ما عدتش المرحلة دي لا ده بيبقى حياة، ازمة حياة. لان تاخد بالك في الحوار ده عند الناس اللي هم طلعوا معاش مثلا ولا قاعدين لوحدهم في البيت، ناس كبيرة تلاقي بتخانق على الكوباية اللي مش محطوطة في مكانها. هو ليه في تراباية عند الساعة؟ احمد عز مثلا، الحصان ليه مش محطوط صح؟ دماغك على طول بتدور على اللي يشغلها. ما هي دي الحرب بقى، هي دي الفكره، ان انت دماغك عايزه على طول، عايزه تاني، عايزه تاني، عايزه تاني. وانا مش بتكلم بقى ان انا بقى شخص بقى تنميه بشريه ولا لازم نعمل مش عارف ايه وبتاع. انا اكتر واحد مسحول في ازمه منتصف العمر دي، وانا بتكلم من ازمتي عشان لقيت ناس كتير بتحكي لي في هذا الموضوع، فلا انا لازم اطلع اتكلم بقى. الموضوع مش عندنا بس ولا عندك انت بس، الموضوع عندنا كلنا، احنا كبشر لازم بنعدي بحاجه كده. دي مش مرض نفسي، دي ازمه علم النفس بيسميها ازمه مش مرض. بس بقى فبتقعد بقى ايه دماغك تدور على حاجه تستهلك الطاقه اللي هي فيها، لان انت متعود على الحرب دي دايما، فما فيش حاجه دلوقتي تحس ان انت عملت كل حاجه ودماغك خلصت اللي عندها. في ايه؟ وانا ايه اللي جابني هنا؟ وانا مولود عشان كده؟ اسباب كتير بس هم الخلاصه في 3 فيديوز بقى، على مش عارف مقالات، على بتاع، هم 3: حزن من الماضي، وملل من الحاضر، وخوف من المستقبل. هي الثغرة هنا، هي الفجوة هنا. حزن من الماضي كان علاقة فشلت بقى، ولا فرصة كنت هتاخدها وتظبطك مثلا في الشغل، او انت شايف انها كانت ممكن تفرق معاك دلوقتي، ولا علاقة كنت المفروض تكمل فيها وما كملتش بسبب مش عارف ايه، ولا افكار، ولا مبادئ، ولا عقلك الباطن بقى لما بتيجي الازمة دي. لا خد اتفضل، اتفضل شوية ايه بقى؟ ها، واحد شتمك زمان وانت ما ردتش عليه، انت ازاي عايش كده بقى؟ ها، انت ازاي عايش كده دلوقتي؟ للخوف من المستقبل. الشغل اللي انا فيه ده هو المستقبل، هو ده اللي هيظبط لي حياتي لما اكبر، لما اكون مثلا متجوز ومخلف. هل مرتبي ده هيعرف يصرف على العيال؟ طب الواد لو تعب؟ طب البنت لو مش عارف جالها عريس؟ ما هو كل ده خوف من المستقبل، يعني هو كل ده خوف زيادة. انا مش عايز اتفرع بالمواضيع، بس هو في انواع من الخوف، في خوف مفيد وصحي، وفي خوف مرضي اللي بيخليك ما تعرفش تعمل حاجه اصلا. يعني انت من كتر الخوف ومن كتر التفكير ومن كتر انت بتقف في مكانك بقى، تخاف تطلع قدام بس خطوه كده، اللي هو انا لو طلعت خطوه قدام في ازازه هتعور رجلي. ملل من الحاضر ازاي بقى؟ انا عملت كل حاجه تتعمل، وسعيت كل انواع السعي، الديون واتدينت، شغل مش بحبه واشتغلت، فرهضة وفرهدت نفسي، اتكلم مع ناس انا ما بحبهاش عشان اشوف شغل تاني عشان اظبط مش عارف ايه. هل اللي انا شغال فيه ده حلمي اصلا؟ لا مش انا ده، خلاص انا جبت اخر. انا بذاكر بما فيه الكفاية عشان هنجح. طب انا دلوقتي سنجل، انا مش مرتبط، هل انا هفضل طول عمري وحيد؟ انا زهقت ويئست من السعي على الفاضي، وبجد انا خلاص، انا يئست. طيب ايه بقى الموضوع؟ احنا كبشر قاعد في حتة كده سنين، قاعد في راحة كده، اللي هو خلينا نفترض
الطفل اهله مسؤولين عنه، اكل وشرب ومصاريف ومش عارف ايه، في حته كده سيف زون هو عايش فيها من سنين، ففجأة هو بيلاقي نفسه مسؤول، الحرية دي بتتاخد منه شوية. لا لازم يعمل حاجات عشان يقدر يعيش وياكل أصلا، مش عشان هو يبقى عايش حياة رفاهية. فبالتالي بتحصل له هنا يعني شوك، بتحصل له صدمة. أنا فجأة كده بقى عندي 25 سنة وشغال وهتجوز ولا متجوز ولا عندي أنا يا جماعة. اول امبارح كنت بعيط عشان المكرونه ناقصه ملح، طبيعي احس ان في حاجه غلط. عشان كده اغلب الناس تلاقيه بيقول ياه ليت الزمان يعود يوم. احمد مكي كان قايلها في اغنيه ايام زمان، كان بيقول لك ايام ما كان الواحد دايما حاسس بالامان، بيعيش اليوم بيوم ومش فاهمين غدر الزمان، صفحه اعمالنا لسه بيضة احباب الرحمن. لسه ما فهمتش معنى الخبز معنى الخيانه. الجمله دي اتكلم بقى عن الميد لايف كرايسيس. بحط راسي على المخده انام، فجاه بقى لقيت الدنيا كلها عماله تضرب في بعض، وغدر بقى من هنا، على حد في الشغل بيزرني، على مين عمال يتكلم عليا وحش، والناس بقى بتتخانق وتضرب بعض وتقتل بعض عشان شويه ورق شويه فلوس. هو في ايه يا جدعان؟ هو في ايه؟ انا ما كنتش كده زمان. المهم تبدا بقى تخش في مرحله الخوف، اللي هو بقى يا لهوي وانا كده صح؟ يعني اكمل ولا ارجع تاني؟ ارجع تاني بقى شخص مش مسؤول، شخص مالوش كيان، شخص مش شغال، شخص مش عارف ايه وبتاع، وهتخاف وهترجع تاني للسيف زون مليون مرة لحد ما هتقف فعلا تقول لا انا كده كفاية. كده كده لازم تخرج براها وتكسر حاجز الخوف ده، هتكسره تكسر حاجز الخوف عشان دول بس. انا مش جاي هنا عشان افضل كده، لا انا لازم اعمل حاجة في حياتي، مش عشان فلوس مش عشان حاجة، لا عشان دي الحياة دي الصح، ده اللي لازم اعمله. خلاص بقى دخلت في مرحلة الخوف وبتكسرها وكسرته، تبدأ بقى تتعلم مهارات جديدة، تتعلمها وتتمرس فيها وتتدرب وتقع وانا فشلت وتقوم تاني، وتقع وانا فشلت وتقوم تاني، وتقع يا ايه ده انا وصلت. اول ما توصل بقى توصل لمرحلة راحة، بس راحة أكبر من ناحية معينة، الحتة اللي أنت كنت عايز توصلها اللي هو الكيان، مش راحة جسدية، راحة هنا ذهنية. أنت دماغك مش هتاكلك تاني، اللي هو لأ أنا إيه اللي أنا بعمله ده. لما بتخش فيها بتخش في التفكير وبتاع، بتوصل معاك كده اللي هو نفسي الناس كلها عايزة مصلحتها، بس كل الناس عايزة مني، محدش بيسأل أنا عامل إيه ولا بعمل إيه. كل الناس عايزة بس إن أنا أقف جنبها، كل الناس عايزة ان انا صبرت، كل الناس عايزة ان انا اشتغل واجتهد واطلع واعمل وانزل وابقى راضي هنا وراضي هنا وراضي هنا وراضي هنا. بتخش بقى في مراحل ايه، ضغط بقى وتوتر، اكتئاب حرفيا بسبب كتر التفكير في الموضوع ده، وامراض بقى ضغط وسكر ومفاصل والام ظهر الام ظهر كتير، ووحدة، انا هنعزل، عايز انزل مع اصحابي، وهتجيلك افكار بقى سلبية، اصحابي ما بيحبونيش، لا عايز اقعد لوحدي. كل ده للاسف محدش بيفهمه. نادر اوي لما تلاقي حد عنده حكمة وعقل ان هو يفهم انت بتعدي بمرحلة ايه، عشان يسبورت، عشان يقف جنبك، عشان يفهمك اصلا انت بتعمل ايه، عشان حتى يستحمل ان كنت انت عايز تنعزل ولا حتى يساعدك ان انت تطلع من المرحلة دي كويس. بتتحط اكتر ضغوط من هنا، على ضغوط من الشغل، على ضغوط مش عارف منين، على من الديون، على الناس بقى اللي حواليك اللي مش قادرين يستوعبوا اللي انت بتعدي بيه ده. فتحس بقى ان انت انا لوحدي وافضل لوحدي. تخش بقى في مرحله انانيه بقى، انا مش فارق معايا حد ولا فارق معايا عيالي، تبقى شخص مش مسؤول. وبنشوف الحالات دي كتير قوي، ناس متجوزه ومخلفه فجاه كده ما بقوش مهتمين اصلا بعيالهم ولا بهدومهم، ولا حتى يدوهم فلوس ولا ايا كان بقى اللي بيحصل، ولا حتى بيهتم بعيلته ولا باي حاجه. انا فجأة كده تلاقي واحد مثلا عنده 40 سنة 45 سنة بقى ينزل يشتري لبس ويعمل شعره وبتاع، هو وصل لمرحلة أنا مش ههتم غير بنفسي، وتلاقيه بيسافر ويخرج وسايب عيلته وسايب حياته. توصل بقى لمرحلة انت ما عندكش طاقة انت تعمل اي حاجة. هجيلك انا اهو، هاتلي ريموت ده يا ابني من على الترابيزة، انت لو مديت ايدك هتجيبه، هات بس ريموت. روح يا ابني املالي مية، ما تتصل انت بالدليفري، اتصل انت بالسباك، اتصل انت مش عارف ايه، توصل مع مفيش طاقة لأي حاجة، وعايز اليوم يعدي وخلاص. دايرة بقى، دايرة، عايز اليوم يعدي وخلاص. فانت بتعدي اليوم بأي طريقة، يعدي اليوم تصحى تاني يوم ادي يوم عدى اهو، ولا استفدت بيه ولا عملت اي حاجة تفيد البشرية ولا تفيدني انا حتى شخصيا. مرحلة بقى تالتة، توصل لإدمان بقى، إدمان أكل، إدمان نت، إدمان لعب على الموبايل، إدمان لعب على مش عارف ايه، وأخيرا بقى إدمان المخدرات، عشان تعدي اليوم، عشان برضو انت بتحاول تدفن
الافكار اللي عماله تقول لك إيه انا ايه اللي جايبني هنا. والمشكله ان اللي بيعملوا الجيمز بتاعت الموبايل في منهم علماء نفس كتير عشان يخلوك تفضل ماسك الموبايل، ان هم يدولك حته الحماس اللي انت كانت عندك زمان وما بقتش موجوده بسبب ان انت فقدت الشغف وما بقاش عندك طاقه. بيلعبوا فيها وفي نفس الوقت ما يدكش حماس زياده فتتوتر، لا هما بيلعبوا سنه سنه ليفل عشان تفضل في الجيم ما تزهقش منه. وموضوع ادمان المخدرات ده بنشوف ناس كتير يقول لك انا بشرب بس عشان ايه، بشرب بس عشان اعرف اتعامل مع البشريه، انا ما بعرفش احط راسي على المخده غير لما اشرب سيجارتين، انا مش عارف. وبنشوف كده كتير قوي. انت بتقنع نفسك ان انت لازم تعمل كده عشان تعرف تنام، وحرفيا دماغك بتوصل لكده، انت مش هتعرف تنام بعد كده غير بيها، انت خلاص عقلك الباطن اترسخ بكده. رغيت كتير. الحل بقى عيش رسالتك دلوقتي، شوف انت بتعمل ايه اصلا دلوقتي، وسيب بكره لبكره. سيب بكره لبكره، لان بكره ده مش بتاعك، بكره ده بتاع ربنا. وانت كنت فين لما انت كنت في بطن امك وامك بتاكلك وهي ما بتاكلكش برضه؟ يعني هو ربنا هو اللي كان بياكلك. كنت فين لما اتحطيت في مصيبه؟ مش هقول لك مشكله، اتحطيت في مصيبه وملهاش حل وكل الناس شايفه ان انت خلاص اتحطيت، ويطلع لك حاجه كده من لا شيء. ودي مش لا شيء، ده ربنا. ربنا هو اللي بيطلعنا من المشاكل، ربنا ما بيفرقش بين حد، ربنا معانا. تعيش دلوقتي اللي هو الحاضر. الماضي ده بقى يا حبيبي خلاص، الماضي ده انتهى، ماتت. تفكر فيها ليه؟ عايز تفكر فيها خد منها الدرس، انما تقعدش تفكر فيها وانا ليه عملت كده وانا ليه. ما خلاص يا حبيبي، ما انت لو فضلت تفكر في الماضي دلوقتي ده هيبقى ماضي بتاع المستقبل، وهتفضل تقول يا ريتني ما كنت قعدت افكر في الماضي. تقعد بقى في دايره كده ما بتخلصش. عشان بس تعالى بس هنا، عشان ما تقولش بقى انا سايبها هابا كده. في فرق بين التوكل والتواكل، في فرق بين الرضا والاستسلام. يعني مش معنى كده ان انت طب انا هسيبها بقى ولا هشتغل ولا حاجه وربنا بيرزقني. ربنا يرزقك يا حبيبي، ربنا يرزقك لما انت تشتغل، لما انت تسعى. انت عليك السعي وربنا عليه النتيجه. النتيجه دي مش بتاعتك ولا بتاعتي، احنا علينا السعي بس. نسعى وخلاص بقى. جت خير وبركه، ما جاتش هسعى تاني، ما جاتش هسعى تالت، ما جاتش شوف طريق تاني. بس نسعى ونسيبها لربنا بقى. يعني انت بتسيبها ربنا لما بتسعى. الشعراوي اتكلم في الموضوع ده، كان بيشرح حديث قدسي، انا هقول بس حته صغيره منها. بيقول لك وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فلا تتعب دي مش معناها ان انت ما تتعبش بجسمك، لا اتعب واسعى، بس قلبك ما يتعبش. قلبك ما يتعبش، قلبك ما يفكرش في بكره وتقعد تقول بقى انا هعمل ايه وهعيش منين وبتاع. انت بكره ده مش بتاع. حل تاني بقى، ده حل نفسي، الصيام. مش صيام اكل وشرب بس، لا، صيام عن السوشيال ميديا. جرب كده تفصل عن السوشيال ميديا اسبوع. انا عملتها كتير والله، وكنت بروح اسكندريه اقفل كل حاجه، خلي بس مكالمات بس عشان لو حد هيطمن ولا حاجه، بس انا سايب التليفون كده ايه، ايدي بتاكلني هموت وامسك الموبايل، هموت وامسك الموبايل. بس لا، انا لازم افصل شويه، بطل جيمز اسبوعين، بطل اي حاجه حاسسها ادمان. انت هتخلي بقى دماغك تبقى صافيه، تعرف تبقى ايه تركز، لان الحاجات دي هي اللي بتشتتك عن التفكير الصح. هوايات بقى، بتحب السباحه، روح نط في اي بسين. بتحب كوره، انزل موت نفسك لعب كوره. ونقعد مع اصحاب كويسه مش سلبيه، نفكر مع بعض صح، مش ناس بتوقعنا، مش ناس مش عارف ايه كده. هنخش في توبيك تانية، فانا مش هتكلم في الموضوع ده دلوقتي، لما نتكلم في فيديو تاني. واهم حاجه في المرحله دي اياك ثم اياك القرارات المتسرعه، لان دي انت لما بتتحط في مرحله ازمه منتصف العمر بتقول لا انا لازم اخد مش عارف ايه، بتتحط بقى في نقطه كده اللي هو لا، لازم اخد قرار. اغلب قراراتك دي ممكن ما تبقاش صح، فانت قرارك ما يبقاش متسرع. عايز تاخد قرار اهدى كده وارسى كده، واقعد اتكلم مع حد هل ده صح ولا غلط. طب انا هل هاجي على نفسي ولا هاجي على اللي حواليا؟ طب ينفع استغنى عن القرار ده ولا لا؟ فكر واهدى، وبلاش قرارات متسرعه في الفتره دي بالذات. وانا بكلم نفسي اكتر ما بكلم الفيديو، اقسم بالله انا اكتر واحد محطوط في ازمه منتصف العمر، بجد انا اكتر واحد محطوط في الضغوطات دي، وانا على طول تفاصيل. وفي النهايه لازم نهون على نفسنا ونهون على اللي حوالينا. لازم يبقى عندنا القدر الكافي من الحكمه ان احنا نفهم اللي قدامنا ده بيعدي بايه عشان نقف جنبه، عشان الموضوع ما يزيدش الطين بله. واتاكد مليون مرة ان احنا مش مخلوقين كده بلا لازمة. انت ليك لازمة وانا ليا لازمة، مفيش حد ملوش لازمة في الحياة.
الكون كله عبارة عن منظومة، انت لو مش موجود الكون مش هيبقى كده، انا لو مش موجود الكون مش هيبقى كده. في حاجة اسمها باترفلاي افكت، بيقولك الفراشة لو رفرفت في كاليفورنيا تعمل رياح في الصين. هي الفكرة من الجملة دي ان الحاجة الصغيرة اللي انت شايفها صغيرة قوي، لا هي حاجة كبيرة ولها تأثير كبير فوق ما تتخيل. ما تضغطش نفسك بالزيادة، سيب كل حاجة على ربنا. شكرا وآسف على كل الرغي ده بجد، اتمنى اكون يعني اتكلمت في موضوع الناس كلها محطوطة فيه، ويا رب اكون في التحدي. ها لايك مش تخسر حاجة. سلام.